طبيعتي فيها الاتقان جزء من تركيبتي. احكام الناس بتهمني ليه؟ لاني بسعد بكلامهم. علقة بناخدها ان احنا بنتطور، بنبقى احسن. طبعا احنا بشر، احنا مش آلة، احنا بشر، نفس وروح وجسد. ليه البشر دلوقتي بقت تستخسر في بعض الكلمة الحلوة أو كلمة الإعجاب، اللي هو أقول لك الله ما شاء الله النهاردة أنت شكلك حلوة قوي، النهاردة اللبس بتاعك جميل، أنت زي متألقة كده. ليه الناس متخيلة إن الكلام ده لما أنا هقوله لك أو أنت هتقوليه أو هم هيقولوه لبعض، يعني إن كده أنا بخطف النظر من عليا وبحطه عليكي؟ الحياة قاسية جدا، يعني هي على الجميع قاسية بدرجات. ده راجل معطاء، دي ست معطاءة، فنقول دي عندها مشكلة كبيرة. انا ككوتش بقى اقول دي عندها مشكلة كبيرة، فيقولوا لي عندها مشكلة عشان هي عندها عطاء. ايوه طبعا، كثرة العطاء بتفقد قيمته. انا عملت مديتيشن برغم ان انا مش انت مش بتعملي لي مديتيشن، تحكي لي قصة. المرأة الجميلة فقط صعبة تتعاشريها. المرأة الذكية ممكن تعاشريها. يعني هو بيبقى محتاج الست اللي هي اللي فيها الأمومة وفيها الدلع وفيها الحكمة وفيها برضو الذكاء والمنطق، التغيير الكيميائي، بحيث ان هو يبتدي يقدر يفهم المرأة ويقرب منها. ما تفتكري يعني محل يعني أنا أتوقع أن الراجل مهما كان هو على قدر من الغباء، ولكن أنا بشوف أنه هو مع الست بيكون ذكي. ليه الراجل ما بيحبش يريح الست؟ علشان عايز دايما هي في حالة الله. على فكرة كان أحد المقالات بتاعتي حالة الله. إيه بقى حالة اللي الله؟ هي الله سلم، الله حرب، الله طعم، الله لون، الله غضب، الله سلام. يعني اللي هو عايزها دايما في حالة القلق. طمن أنساك على كل شيء. بس ده بيبقى رجل لعوب يا علا. لا مش شرط، ممكن يكون راجل بيحب اللقطة دي، لكن مش شرط، ممكن يبقى لعوب. على فكرة على فكرة في رجالة كتير جدا محترمين، في رجالة كتير جدا بيعشقوا المرأة ويقدسوها جدا، ويقف قدام نفسه يقولك أنا بحب الست دي، وقد لا تكون أجمل النساء، وقد لا تكون أكثرهن إبهارا، يعني ممكن تبقى ست عادية جدا. حظ المرأة رجل يحبها. كانت إحدى الصحابيات اتقدم لها سيدنا عمر بن الخطاب بنت أبي بكر. فلما تقدم لها سيدنا عمر بقى، انت عارفة ومن هو الفاروق، قالت إن عمر رضي الله عنه رجل شديد الطبع، وأنا لا طاقة لي بتحمل شدة طبعه. ف يعني دعت ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقها زوجا يصب عليها الحب صبا، فرزقها أحد المبشرين بالجنة. أنا طبعا لا أتذكر الاسم، لكن بتقولك أرجو أن المشاهدين يبحثوا عن حكاية بنت أبي بكر اللي تقدم إليها عمر ولم ترغب في الزواج منه، وتزوجت بأحد الصحابة. كان رجلا كانت بتقول لا يهنأ له المأكل إلا إذا أكلت، وكان يطمئن علي، وكان يتهلل حينما يراني. أنا القصة دي مؤثرة فيا جدا أكيد، لأنه هي سيدنا عمر، من هو سيدنا عمر؟ لكن هي لم ترغب فيه كزوج لأنه هو رجل شديد. ربنا سبحانه، يعني الزوج الحنون رزق من الله كبير جدا، إن الزوج يبقى حنين عليكي، لأنه هو يعني أنا كنت أرى ذلك في والدي يعني رحمه الله. كان يقول للماما مثلا أنت يا توتو خدتي مثلا دواء السكر، خدتي حقنة الأنسولين، كلي مش عارفة إيه، طمنيني عليكي. كانت الكلمات اليومية، عشت ما بين دفء، علاقة كانت من أعظم العلاقات عشت ما بينهم حياتي كلها. أب عظيم حنون وأم محترمة. فكنت بحس إن أنا هم عاشوا مع بعض ما يقرب من ما يتخطى نصف قرن من الزمان، لكن لم يهنها يوم، لم يضايقها يوم،
عمري ما سمعت كلمة طلاق، لا من الأم ولا تهديد من الأب. عشت هذه الأرجوحة من المعاملة الإنسانية الرائعة، فخدتها كده وبقيت أقول الله، هي دي العلاقة الزوجية. إذا كان في نموذج يحتذى به في العلاقة، فأستطيع أن أقول بملء الفم أبي رحمه الله وأمي رحمها الله، لأنهم عملوا أسرة، خلفوا أولاد، ربوهم، ادوهم حب وحنان. أفتكر بابا وهو واقف مع ماما في المطبخ يعملوا فطار الجمعة، يعني في مشاعر إنسانية عالية قوي أنا شفتها وعشتها وملت وجداني. فالنهاردة بقيت أحتاج التلامس مع أولادي. يعني مريم بنتي النهاردة دخلت عليا الأوضة، قلت لها مريم هاتي بوسة، فحضنتني وبستني. يا جماعة بوسوا ولادكم، يا جماعة بوسوا ولادكم، احضنوا ولادكم، احضنوا بناتكم. ليه احضنوهم وطبطبوا عليهم وادوهم المشاعر الرائعة علشان يخرجوا الحياة المشاعر البسيطة اللي شبعانين. احنا ممكن نكون فاكرين ان هي مش مهمة بالنسبة لهم، ولكن هي ممكن تعمل لهم تحيي لهم روحهم. بيبقوا طبعا هم يعني بيكتسبوا ثقة بالنفس من المشاعر البسيطة اللي احنا بنفتكر اللي هو يعني ايه هبوسها، يعني ايه هحضنها، يعني ايه هطبطب عليها، يعني ايه هاخدها في حضني مثلا وهي نايمة، يعني ايه بالعكس هجيب لها مثلا حاجة هي بتحبها بالعكس. واعمل لها مثلا مفاجأة خفيفة، ويعني ايه هقعد انصحها، ويعني ايه هشاركها معايا في شغلي. ليه اصلا ادخلها في الحاجات دي؟ لا الحاجات دي طبعا كلها انتي عارفة أنا بنتي لقيتها بتقولي كلمة عجيبة جدا، بتقولي مامي ممكن أول أسبوع في رمضان ما تبقيش دينية قوي؟ خليكي ميديم. قلت لها خليكي قلت لها إيه ميديم. يا مريم؟ قالت لي مش عايزاكي تبقي دينية قوي يا مامي. قلت لها دينية؟ أنا مش فاهمة، أنا ما جاش اللفظ. ايوه قالت لي يا مامي ما حضرتك بتروحي بقى تصلي كتير قوي في المسجد، واحنا عايزين نتفسح مع بعض ونخرج بعد الفطار وحضرتك بتصلي ايوه كتير. ايوه ده قلت لها حقيقي. اسماء دينية قوي، يعني اه انت ليه اللفظ جبتيه؟ لان هي عايزه تقول لك يعني خلينا نعمل نعيش الفايبس اه بتاعه اه رمضان، صح عندك وما حق. نبقاش بس نقعد ونتعبد وكده، ولكن برضو ده نوع من انواع العباده. انا بشوف ان احنا إن الناس اللي بتحب بعض تجمع بعض، والاهل تجمع بعض، ده طبعا طبعا نوع من طبعا انواع العباده، طبعا وبيقويك ان انت بعد كده طبعا. تروحي البيت بصي انا تصلي عايزه قيام او انصح كذا. المشاهدين كلهم بحاجه مهمه جدا، جددوا النيه دايما ده حقيقه. في كل حاجه. لو عملتي كوبايه شاي لجوزك قولي انا بعملها لوجه الله لوجه الله تعالى تعالى. لانه زوجي فانا هرضيه. ده حقيقه. لو عملتي فطار لاولادك قولي انا هعمل فطار ده لوجه الله تعالى، وان من انا غير ما نقول فرعون كبير وفرعون لا صغير، لا لا صح كده؟ فرعون ايه وبتاع ايه، ده كلام مش هنقول فرعين، مش لا هنجيب احنا سيرة مش عايزين الفرعين. الترندات الاوفر، احنا لا احنا عايزين عايزين يا علا ترند بقى بتاع الافعى السنتيحه دي، المقاله اللي انت كتبتيها اللي انا فعلا ابهرتيني، وابهرني التايتل. انا بقالي 40 سنه عايشه، مر عليا مواقف كلام كتير كتير قوي 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 ايوه وانا على فكره ست عادي بتخانق يعني وبتعصب، ما يوركوش ان انا عشان لايف كوتش فانا هاديه، لا انا بتخانق وبتعصب وكل حاجه، بس الافعى السنتيحه دي الافعى ما عرفتش اقولها السنتيحه. قبل كده الصراحه. بصي موضوع الافعى السنتيحه ده انا المراه اللي انا صدمت في نواياها السوداويه يعني، امم. ودي كانت بصراحه صدمه كبيره عليا يعني، لانها بتعامل الحياه كلها بمعيارين وبمقدارين ولما كشفت عن وجهها الاسود اتخضيت، ما كنتش متخيله ان جواها كل الغل ده، بصراحه ما كنتش مدركاه خالص. فانا كنت بشوفها زي الافعى الكبرى، عارفه الكبرى المرسمه بطاطا ايوه دي كده ايوه بالظبط ايوه. يعني. هي كانت افعى الكبرى فعلا، وهي سنتيحه. السنتيح ده هو اه لفظ لغه عربيه قديمه، مش رهيب. مش مش لفظ حديثه. رهيب ايوه. السنتيحه اللي هي الحاجه المفاجاه اللي امم. تتصدمي فيها، اللي امم. يجيلك فجاه. امم. هي كان جواها كل الغل ده فجاه شفته، هو كان جواها كل الغل ده وانا مش مدركاه، فاطلقت عليها لفظ الافعى السنتيحه. السنتيحه هايل. لاني اتصدمت فيها. وبعدين خلي بالك كنت بشوف مواقف منها مش احلى حاجه، لما كانت مثلا بتتكلم على بعض الناس تقول لك فلانه دي اصل كذا 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 وكذا كذا كذا، ده
حاجه ميجور، حاجه رهيبه انها تتقال. اقول يعني ده الست واكله معاها عيش وملح وقاعده في بيتها وبتاكل وتشرب وتنفس رير بنتها، ازاي تتكلم عنها تقول كده؟ اتصدمت. علانه التانية دي اصلها كذا كذا، ازاي دي بتقول صاحبتي وحبيبتي وبتاكل وراحه جايه معاها في العربيه، في ايه؟ اتخضيت. انا اتصدمت على فكره. فلانه دي اصل فلانه دي مش عارفه كذا كذا، علانه دي ودي صاحبه الطفوله بتاعتها. اتخضيت، انا اتخضيت. قلت هو كان جواها كل الاسود ده وانا مش شايفه؟ انا كنت مخطئه، لقد اخطات في حق علا. اخطات ان انا دخلت ناس بيتي وانا ما اعرفهمش. هي انا الست دي انا ما اعرفهاش، فازاي دخلها بيتي؟ ازاي تنام في اوضه بنتي مثلا؟ ازاي ده خطأ مني كبير. ازاي تقول لي مثلا تيجي تحكي لي حكايه اصدقها دون ان اتحرى ان الكلام اللي قالته ده مظبوط او مش مظبوط؟ ما ده غلط مني. لكن بيظل ان انا بقول الحمد لله انها ظهرت في حياتي. ليه؟ لانه انا النهارده واقفه قدام نفسي بقول له علا افتكري لما تيجي تتعاطفي قوي افتكري الافعى السنتيحه. أيوة. لما تيجي تحبي قوي افتكري الافعى السنتيحه. أيوة. لما تيجي تغضبي قوي افتكري الافعى السنتيحه. أيوة. انك انت غضبتي من انسانه لا تستحق. هي لا تستحق، فدي حجمها. أيوة. وهكذا. فالافعى السنتيحه ده مصطلح سيصمد بقيه سنوات حياتنا، يطلق على من يحمل سوادا اعظما يعني فعليا والله لما قريته وكده واللي هو قلت ايه ده، هي علا بقت تعلي عليا. طب ده انا اللي كان معروف ان انا اللي بقلد الناس وانا اللي بطلع قفايات، قلت علا بتعلي عليا. قلت بس لا ده حلو قوي، ده حلو جدا. فانا حتى قلت لك ازاي وصلتي للوصف. انت اتوقع ان انت وانت بتقولي الكلمة دي او المسمى ده هو انت وصفتيه بمشاعرك. صح. مش يمكن مش بفهمك على قد ما انت هو المشاعر ترجمت اللي انت شفتيه في جملة صائبة يعني 100%. بصي اقول لك على حاجة، كان لدي غضب رهيب منها من هذه المرأة يعني في الفترة اللي فاتت. الآن أنا لا أحمل لها غضب، تخيلي، ولا بحمل لها حب، ولا بحمل لها كره، ولا بحمل لها أي حاجة خالص. هي بالنسبة لي بقت هوا. فعشان كده أنا ما بقتش، حتى كنت الأول لما أسمع اسمها أتنرفز، يعني دي أذتني قوي، فاهمة قصدي؟ على فكرة كلما كان غضبك قوي كلما كنت محبة أكثر. أكيد طبعا. كلما أعطيتي حب وإخلاص وصدق في الخدمة أكيد. وفي العلاقة أكيد. كلما كان غضبك كبير قوي. بس أنا هي دايما ليه بتتكلم عني في العلاقات كده؟ بقول إن إحنا في العلاقات إحنا بنسامح علشان إحنا نكون طبعا. إحنا في حالة من الراحة والسكينة طبعا. والسلام طبعا. النفسي والهدوء. طبعا. ولكن ده ما يمنعش إن أنا أكون حذرة في علاقاتي. طبعا. وإن أنا أخد برضو بعين التجربة طبعا. اللي أنا يعني خدتها وأتعلم برضو من أخطائي وأشوف أنا إيه التصرفات اللي ما كانش ينفع أن أنا أعملها علشان أتجنبها في الحاجات التانية. ولكن أنا بشوف إن كل واحد حتى يعني برغم ضرره هو جايب درس. طبعا. هو طبعا. جايب درس. طبعا. والدرس طبعا. ده على حسب نواياكي هو بيكون يا إما يعني نافع ليكي أو ضر ليكي. ولكن أنا أتوقع النية طول ما هي سليمة طبعا. سبحان الله طبعا. ربنا بيحول المحنة اللي انت تعرضت لها. لأن أنا في ناس بشوف إن هي بتبقى تواجدها في الحياة لا محنة أذى يعني. والله يا دينا حتى الأذى ده ربنا حطه في طريقك علشان تجمدي وتقوي. ده حقيقي. يعني أنا النهاردة بقول لها شكرا إنك أنتي ظهرتي بهذا القبح في حياتي. لأنك عرفتيني يعني إيه الخذلان، يعني إيه إما يبقى جواكي غل وتظهري ما لا تبطني، يعني إيه أنتي زي ما اتكلمتي عن الناس بتتكلمي على أقرب الناس ليكي. فخلاص يعني هو ده اللقطة يعني. في الأول وفي الآخر تخيروا، مش بيقولوا تخيروا لنطفقكم فإن العرق دساس. ده في الزواج. لا تخيروا في الأصدقاء. عجبتني ليا صديقة هي مقربة مني يعني بتقول يا ولا الناس كلاسيفيكيشن في حياتنا. الناس مراتب. هي ما بتدخلش حد دايرة اهتمامها غير سلكتف، 1 2 3 بالكتير.
في دواير في البوابة اللي بره الأصحاب والمعارف، البوابة اللي بعدها الأصحاب، البوابة اللي بعدها الناس الأقوى شوية، البوابة الداخلية لنفسيتها هم فيهم 2-3 مقربات وشكرا على كده. عشان كده صدمتها من الناس قليلة. ليه؟ لأنها ما بتفتحش كل البوابات. في أجهزة إنذار بتحطها على البوابات، لا يدخل من البوابة إلا من يحمل إشارة دخول البوابة. فأنا اتعلمت كمان منها، اتعلمت إنه ليس كل من يقترب يستحق، ليس كل من يقترب يأخذ مقعدا داخل قلبي، ليس كل من يقترب يتقاسمني في لقمة العيش، ليس كل من يقترب أحنو عليه وأطبطب عليه وأنفعل ليه وأتفاعل معاه. لا، خليك واقف على البابا اللي بره خالص، تخشي لي وقت ما أنا أكون عايزة أدخل. أنت أقابلك أو أقابلك في حياتي وقت ما أنا أسمح لك وافتح لك البوابة عشان تخشي تقعدي على كرسي وتريحي. لكن واحدة جاية من الشارع أدخلها في الدايرة اللي جوه وتقعد وتريح على الفوتيه، ما تستحقش. طبعا احنا نطلع نكمل كلامنا بره البودكاست، بس انا فعلا مستفيدة وقاعدة قدامك بتعلم. وده بالنسبة لي حاجة، يعني أنا حاسة إن أنا عاملة بروجرس في حياتي، إن أنا في شخصية زيك موجودة في حياتي، موجودة بتديني طبعا كلمات حلوة قوي، وما بتستخسرش فيا أي دعم أو أي كلمة بتبقى هي شايفة إن أنا أستحقها بتقولها قدام الناس وبتشيد بيا. فده طبعا بالنسبة لي رزق حبيبتي. لأن الرزق مش بس فلوس، لا، الرزق فيه حاجات تانية كتير، محبة، ومحبة من حد كمان يكون هو يعني حاجة كده عميقة، حاجة حقيقية. يعني أحتسبك عند الله نيتك جميلة وصافية وانتي فعلا ست بترفعي لي من معنوياتي لما بقعد معاكي. اتعلمت النهاردة من البودكاست ده حاجات هستخدمها بعد كده. ما كنتش قاعدة معاكي از لايف كوتش، يعني لا، أنا قاعدة بستفيد وبتعلم. وبحب بقى أسأل أي حد أنا بحبه سؤال: انبسطتي؟ اولا انبسطت جدا، لان انت عارفه احنا لقائنا دايما بيبقى فيه متعه. الوقت عدى كانه دقايق بسيطه جدا. بسعد بحوارك العقلي بشكل كبير، لانه مستوانا في الابحار عالي، وده الحمد لله على كده. وان شاء الله هتبقى فتحة خير علينا، إن شاء الله. انا وانتي ان احنا نعمل حاجه. انا بقول دايما ان دورنا في الحياه ان نضيء دايرتنا. فالنهارده اللي هيتفرج علينا وهيسمعنا في دايره صغننه من الاخلاق بنزرعها في الحياه. الدايره دي بتنور في قلوب الناس، او في قلوب اي مشاهد هيشوفنا يسمعنا، هيبتدي يتعلم ويشوف انه لا 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 لا، ده لا حصل لها في الحته دي كذا، لا انا ممكن اخد بالي. طبعا ده دينا قالت كذا، يبقى انا ممكن جداً اتبنى المنهج ده في حياتي جداً. يعني انا جزء كان لقائي معاكي بما في قلب وطالع من قلبي، وسعيده بيه، واحييكي عشان انتي مجتهده جدا، ناجحه جدا، ست دؤوبه ومخلصه في عملك. برافو عليكي، انا بسقفلك، وربنا يوفقك يا دينا، ويا رب يكون نجاحنا احنا مع بعض كبير، إن شاء الله، ونعمل حاجة تستحق، إن شاء الله. وترى نور، ويبقى في ناس استفادوا من ورانا يا رب بنية خالصة لله. طالما هي دي النية صدقيني هتوصل. احنا بالظبط، الحمد لله، الحمد لله. كل سنة وكل الناس الطيبة الحلوة في حياتنا طيبة. كل سنة وبلدنا واقفة على رجليها، الأربع جدران واقفين حامينا. كل سنة وقيادتنا السياسية واقفة بتجابه كل التحديات وتقدر عليها. كل سنة ورمضان يأتي بالخيرات لينا. كل عيد حب، لأنه برضو ده شهر الحب، كل عيد حب مغلف بخيرات رمضان موجود للشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية. كل سنة وكل الناس طيبة. يا رب احفظ كل نفس آمنت بيك يا رب، ودخلت قعدت
قالت يا رب ورفعت إيديها وهي صادقة فيما تقول. كل سنة وانتم طيبين، والسنة تبقى كلها يا رب خير عليكم.